كله بيتكلم في الجدات عايزين حكم مصري، بس اول ما بيغلط الحكم المصري بيتسلخ الحكم المصري في كل حاجه. يعني على سيبك من السوشيال ميديا ده جمهور، لكن عامه لان الحكم مالوش جمهور، فدايما هتلاقي اللي بيطلع هيجي عليه هو، لان كلامه ده هيجي مع في صالح نادي او في صالح الناحيه الثانيه اللي هي فيها شعبيه جماهيريه. فدايما الناس يعني مثلا ايه، انا عندي لعيب في الزمالك مثلا وحش، بديله عذر، معلش كان وحش. حكم ما ينعطي، حكم مش ممكن يعني لازم يبقى بيرفكت مور ذان بيرفكت عشان يرضي الناس. وده بنفسه ضعف. الناس يقول لك شوفوا بره، بص طب بص بره، بتلاقي كوارث بره. الدوري الانجليزي تحديدا اللي هو الاهم، صح. كل اسبوع في حاجات ما بتتفهمش. يعني ماتش مثلا توتنهام ليفربول السنه اللي فاتت والفار قال له جون وقال له لا خلاص انا حسبت حاجه كارثه يعني ومشيت. في اخطاء وكل حاجه، بس انت هنا المسانده مش بجد، هي المسانده فرقعه ان احنا بنطلع نقول الكلمتين اللي هو الدباجه احنا عايزين نساند، بس انت اول ما الحكم او انت تساندني امتى وانا وحش ولا انا كويس؟ محتاجك وانت تساندني امتى؟ لما اكون مش كويس، لما اكون واقع شويه عايزك تسندني، لكن انا جامد مش محتاج حد، انا خلاص انا بحط عيني في التخين يعني. فهي دي النظريه. الحكام كويسين يعني ليه؟ بدليل ايه؟ الحكم لما بيطلع بره زي ما زميلنا قال في التقرير، امين عمر عمل قبل النهائي السنه اللي فاتت افريقيا عمل بيرفكت والماتشات كلها وكل المصريين كانوا هناك كانوا كويسين جدا. ليه؟ وبيعملوا في اسيا وبيعملوا في تونس وبيعملوا، لان ما عندهمش الضغوط اللي عندنا. ممكن يبقى ماتش اقل جدا في مصر بس في مثلا زمالك او اهلي طرف، بس الضغوط غير طبيعيه لما بيغلط فبيخاف، فالخوف هيخليه يغلط تاني. هي دي بس اللي انا يعني اتمنى من الناس ان هي فعلا تساند الحكم بشكل كبير. يعني غلط ما غلطش هو بيتحسن ويتحاول يعني يبقى في حاجه كابتن خالد، كابتن حازم دلوقتي عضو اتحاد. لا والله على فكره كلامي ده اقسم بالله من قبل ما ابقى في الاتحاد، ان دايما اشوف الحكم على طول هو لا واضيف لك شيء، في ناس برضه وفي ناس برضه تترصد لاي خطا للحكم. ده السوشيال ميديا جمهور يترصدون. أيوة. يعني في ترصد انه ينتظرون منه اي خطا عشان يهاجمونه. صح، بس انت ما تدينيش الفرصه. ايوه ما انت في النهايه طبيعي بشر، بس في النهايه طبيعي. انا موافق، انا ما قلتش حاجه، بشر طبعا وكلنا بشر وكلنا بنخطا واحنا ممكن نخطا، احنا في الاستوديو لعيب الكوره بيخطا وتوجد له عذر، انما في النهايه انا خليني اثق فيك زي ما انت تكون عندك واثق في شخصيتك، علشان على الاقل اقدر اساعدك، اقدر اقف جنبك. هي في نهايه اليوم خالد انا ما اتصور ان في اي تعمد من اي حكم انه يخطا اطلاقا. هو ممكن الضغوطات اللي عليه ووضعيه المباراه هي تخليه يخطا. بالظبط، بس هي برضه لما نرجع تاني ونتكلم على تعتمد على شخصيه الفرد نفسه، هي اللي تحسم، هي اللي تحسم امور كتيره جدا. وبعدين يعني فوائد كتيره جدا، حتى لو في قرار خطا بس شخصيه الحكم بالنسبه لي بيبقى لها دور كبير جدا في التاثير على الجمهور، في التاثير على الاعلام. صحيح احنا مزودينها شويه كاهلي وزمالك، مزودينها كتير صح. انما في النهايه الحكم كمان عليه دور كبير جدا انه يساعدنا كباتن. مليون في المية. اوكي، بنذهب الى محمد الاحمد هناك الموجود في منطقه كبار الشخصيات. محمد تفضل. شكرا زميلي يعقوب، ما زلت متواجد من امام مدخل كبار الشخصيات، ومعي في هذه اللحظات الاستاذ خالد الدردري. الصعوبه اللي تستحق المباراه، ما اعتقد ان الاثنين راح يختلفون، انه واحده مش مباراه صعبه من المباريات الصعبه جدا. اهم الاعتبارات مباراه بين الاهلي والزمالك والاهلي هاي بروحها يعني صعبه قبل بدايتها. مباراه نهائيه، اي نهائي في اي مكان لاي حكم لان تكون حاسمه، ايضا تاخذ درجه الصعوبه ان تكون صعبه جدا. مباراه من المتوقع حضور جماهير كبير يتعدى 40,000. مباراه من المتوقع تكون فيها سرعه، فيها قوه التحامات، فيها ايضا بعض المواقف تلقى الاعتراضات مثل ما تعودنا على مباراه الاهلي والزمالك. المباراه تستحق انا الاعتبارات ما قبل المباراه اتوقع انها تكون صعبه جدا. خلال المباراه الاعتبارات بفضل دقه قرارات الحكم، فرض سيطرته على المباراه بحسن ادارته للاعبين، يمكن الصعوبه هاي يحولها الى درجه عاديه. لو استعرضنا الطاقم التحكيمي زميلي العزيز يعقوب، طاقم التحكيم المباراه تم تعيينه لمباراه اليوم برغم ان الاعلان كان في وقت متاخر، كان صباح اليوم. نشوف في الساحه ويقود طاقم امين عمر في الساحه، محمود ابو الرجال واحمد حسام طه كمساعدين اول ثاني، احمد الغندور الحكم الرابع، ومحمد معروف حكم الفيديو الرئيسي، ومساعد الفيديو محمد عاشور. بتكلم بشكل ايضا مختصر وسريع عن
امين عمر واحد على فكره من ابرز الحكام على مو بمستوى مصر، على مستوى القاره. بعطيك معلومه، امين عمر وحكم الفيديو الرئيسي محمد معروف من الحكام المرشحين عن قاره افريقيا على راس القامه للتواجد في كاس العالم 2026. ابرز مشاركاته كاس افريقيا السابقه اللي كانت في تقريبا في فبراير الماضي، ادار وكان واحد من ابرز مباريات، ادار 3 مباريات. واحده من المباريات المهمه ادار مباراه السيمي فاينل بين نيجيريا وجنوب افريقيا. سجله حافل دولي من 2019، شارك في اغلب المسابقات على المستوى الافريقي وطبعا على مستوى مصر من جميع المسابقات. انا اشوف ان اختياره كان جدا موفق لامين عمر، سواء كان امين او حتى زميله محمد معروف. قلت لك يعني اثنين من ابرز حكام عن قاره افريقيا بيتواجدون في كاس العالم القادمه، وما ترشحهم في مباراه مثل هاي صعبه. مسلم، ما عليه، انت تقولي عن انجازات وتاريخ امين عمر وانه من افضل، هذا كله ما في خلاف عليها، بس ترى القضيه ان الحكام امام الاهلي والزمالك الاداء ما له مقاييس بالنسبه لهم، تتغير شخصيه الحكم تماما. وعلى فكره اول مباراه يديرها بين الاهلي والزمالك، برغم ان عنده عدد كبير من مباريات ادارها للفريقين. هذا شيء زين ولا لا؟ شوف، انا بحكم خبرته اكيد زين. تاريخ مثل ما احنا اللاعبين مثل شباب سمعتم ان مباراه مثل هاي تاريخ لهم ايضا يكتب في تاريخ. لا شيء زين انه اول مره يدير مباراه للاهلي والزمالك ولا لا؟ لا عادي طبعا، عادي جدا. أوكي. لاي حكم يتمنى اي حكم انه يدير مباراه وتكون اول مباراه. على فكره مرات يدخل، انا اشوف انه الضغوط فقط اللي وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي اللي بدات تقريبا من 3 ايام عليه. ما اعتقد انه بالخبره اللي عنده امين عمر اتوقع انه يتغلب على الضغوطات اللي هاي. اشكرك يا مسلم، وفي انتظار اذا راح نلتقي سواء بين الشوطين او ما يستجد من احداث او بعد المباراه. شكرا لك مسلم. احمد تفضل. بمناسبه الضغوط والكلام من ده، احنا 120 مليون بيشجعوا اهلي وزمالك، لو كحوا بس الحكم رجليه اتخبط في بعض. فالفكره كلها انا اتمنى له التوفيق، لان فعلا محتاجه ثقه كبيره جدا ومحتاجه شخصيه من اول ثانيه في المباراه، لازم يفرض شخصيته وهيبته على اللعيبه. ده جزء كبير جدا من نجاحه ونجاح المباراه ونجاح كمان اللي احنا شايفينه على ارضيه الملعب. هي مثل ما ذكرت انت، الشخصيه وقوه الحكم ومدى حزمه للمباراه. كوره ما تكلمنا فنيا، لكن الان عرفنا التشكيلات. خالد بيومي ممكن تكلمنا عن تشكيله الاهلي. الاهلي يمكن انا توقعت تشكيل امبارح في الحلقه معاك على فكره انه يلعب كوكا، وهنتكلم فيها ليه بالظبط. انما طبعا هو رجع للعقل، للمنطق، رجع لطريقه النادي الاهلي اللي كان مختلف خالص في ماتش سيراميكا، لانه بيلعب فرقه بحجم نادي الزمالك وعارف المباراه حساسه ومؤثره جدا بالنسبه له. انه يحط اكرم على الرايت يعني معناه ان الجبهه اليسرى في الزمالك قويه جدا، عشان كده عاوز تامين دفاعي ويساب الشكل الهجومي الكوكا والكمان لطاهر محمد طاهر. انما طبعا 4-3-3 قلبين دفاع، في موحد فوتبولر اللي هو رامي ربيعه. نقول اساميهم: ياسر، شناوي، اكرم، ياسر، رامي ربيعه، ويحيى عطيه الله. في 3 في نص الملعب، مروان على الدايره. كوكا هو المفاجاه بالنسبه لتركيبه النادي الاهلي النهارده. انا شايف ان كوكا وجهه نظري يعني لعيب سريع، بوكس تو بوكس، يعمل توازن ممتاز مع امام عاشور، بيدافع كويس وبيهاجم كويس، وده ممكن تكون ميزه مش موجوده عند اكرم. اكرم يدافع كويس بس ما يشتغلش هجوميا كويس، وبالتالي 4-3-3 بالمنطق هي تشكيله ممتازه جدا. الغريبه بس هي طاهر محمد طاهر موجود على الرايت النهارده بعد ما كان راس حربه في مباراه سيراميكا. عاوز يستغل الحاله النفسيه والحاله الفنيه اللي فيها طاهر، ولكن تغيير المركز ممكن تاثر عليه. ممكن يشتغل شويه على بنتايك، لان بنتايك في مباراه السوبر الافريقي كان اكثر من رائع وكان احد مصادر الخطوره. عشان كده نزول طاهر النهارده تامين دفاعي مع اكرم وكمان شغل هجومي مع وسام. عوده وسام محطه ممتازه جدا جدا للنادي الاهلي، وعليه دور كبير، يلعب على المتلوت ويلعب كمان على حسام عبد المجيد مع مساعده من امام ومع مساعده من كوكا، واستخدام مروان كلاعب دايره مع حسين الشحات. محمد فضل، كوكا ان يبدا بكوكا، ايه السبب في وجهه نظرك؟ كوكا علشان حسين الشحات يبقى هجوميا يتحرر ويقدر ان هو ميزه جوزيه جوميز في الزمالك الاستحواذ. ميزته في الاستحواذ، وحتى اخر مباراتين الاستحواذ، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، زيزو، الثلاثه لعيب الكوره بيمسكوا الكوره من نص الملعب، عشان النادي الاهلي يقدر يتغلب
على هذا الاستحواذ لازم يضرب الخط ده، يضرب الخط ده في الهجمات المرتده، فيقدر ان هو يامن دفاعيا كويس جدا. عشان كده انا متفق مع كابتن خالد، يمكن قبل الاستوديو كابتن خالد وهو بيقترح ان اكرم توفيق يلعب باك رايت، انا كنت يعني متفق تماما. بس هو باك رايت اكرم اصلا المركز ده تألق فيه ولعب على من البدايه، كان بيلعب على هاني، هو وهاني لعب على محمد هاني وجلس محمد هاني احتياط في فتره. هو ومحمد هاني كانوا بيلعبوا طبعا بيتبادلوا، ولكن لو حضرتك بتسالني انا اتمنى طبعا ان انا يبقى عندي الاربعه باك رايت يقدر يغطي كويس جدا، يقدر يقفل الناحيه الهجوميه لنادي الزمالك، خصوصا ان مشلاك عنده سرعات واحنا شفناه عن قرب، عنده سرعات كبيره جدا، فانا اقدر اوقف الكلام ده. وفي نص الملعب انا شايف ان كولر ذكي النهارده، حاطط في نص الملعب ناس كتيره جدا. طب وجود كوكا بيعمل ايه؟ هيغطي على الناحيه الشمال، فهيكون مع يحيى عطيه الله الناحيه الشمال اللي هي فيها عمر جابر وزيزو، وبالتالي حسين الشحات هيكون عنده ميزه ان العوده للدفاع هتبقى مش زي طاهر. طاهر النهارده وجوده في الجانب الايمن، طاهر بيقدر يدافع وهيرجع كتير جدا مع اكرم توفيق، دي طريقه لعبه. ولكن احنا بنتكلم حسين الشحات، انت مستني ان اول ما نقدر نستحوذ على الكره النادي الاهلي على طول يلعب كاونتر اتاك في الناحيه اللي هي ناحيه اليمين لنادي الزمالك، اللي هي ناحيه عمر جابر، يبقى وجود حسين الشحات، وجود وسام ابو علي، امام عاشور، وامام عاشور عنده تسديداته سريعه، وحتى كمان تالقه المباراه اللي فاتت كانت من الناحيه الشمال اللي هي ناحيه عمر جابر، بس كانت ماتش سيراميكا. هل تشكيل مثالي انت شايفه لكولر اليوم؟ انا شايف ان هو الاحسن من التشكيل، تشكيل مثالي من وجهه نظري، والاحسن من التشكيل ان انا يبقى عندي ادوات اقدر استغلها، لما يكون عندي قفشه وعمر كمال يمكن برضو انا مبسوط ان عمر كمال بيقدر ينزل وينج رايت وينج ليفت، عنده سرعات. فانا شايف ان هو التشكيل الانسب لنادي الاهلي في ظل طريقه لعب نادي الزمالك، وهي الاستحواذ بوجود عدد كبير من نص الملعب لعيب الكوره، ناصر ماهر وعبد الله السعيد. اتفق مع كولر تماما، خصوصا ان في عنده بدله على الدكه. كابتن حازم، خلينا نتكلم عن تشكيله الزمالك ونشوف تشكيله الزمالك في مباراه اليوم. كيف تشوف بقى؟ قماشته ضعيفه طبعا، يعني الراجل ده انا بحترمه جدا جدا، انه بيعمل زي ما بنقول كده باللغه العاميه من الفسيخ شربات. يعني ما عندناش لعيبه كتير، رغم كده بيأدي بشكل كويس جدا. 3 مرات قدام النادي الاهلي كان هو الاحسن في الثلاثه، على الرغم ان في منهم ماتش خسر. هو ما عندوش رفاهيه كتير، بس عنده كاساسيين عنده لعيبه مميزين، بس اساسيين. ما عندوش حد ورا. بص مثلا نتكلم على كولر، ما عندوش خيارات. محمد هاني ربنا يشفيه حط عمر وحش الماتش اللي فات، حط له اكرم. نص الملعب مش عارف مين عنده هنا وعنده هنا عنده هنا. يعني بص كل مكان ما شاء الله في الاهلي في 2 و3 كويسين. الزمالك هتشيل اي حد، ما فيش حد بره يسد. بالعكس ده عنده كمان الاساسيين. النهارده مصطفى شلبي مش موجود، فحط ناصر ماهر الحته دي اشتغل فيها في الاول ما جه الزمالك، مع ان هو في النص احسن. خلي بالك ناصر ماهر ناحيه الشمال دي مع اكرم هيضيع مجهود كتير قوي، ان اكرم قوي بدنيا فهياخد منه حمل كبير. ناصر لما بيجي من النص بيشتغل، ممكن يجي بوشه يبقى اسهل في الترقيص. دايما انا لما اكون مثلا جايب وشي والمدافع واقف هاجي له بوشي هرقصه اسهل. لما بقى واقف على الخط والمدافع وش لوش، ممكن المدافع يبقى، وخصوصا واحد زي اكرم ما بيترقصش بسهوله يعني. فدي برضو مخلياه غير التكتيك شويه، ان حط ناصر ناحيه الشمال. ناصر بقى له فتره كبيره بيلعب الفري في نص الملعب. فزي ما بقول لك الراجل ده بيتعامل بالكره كويس، عنده ميزه مع كولر تحديدا، وهو يعني مش عايز اقول ان هو في ماتشات الزمالك دايما هو بيعرف يدور الكره كتير، ان هو يستحوذ على الكره اكتر. الاهلي او كولر عايز على طول تك 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 اوصل بسرعه جدا، 3 4 عايز اطلع لقدام. هو لا، مش فارقه معاه يطلع لقدام بسرعه على قد ما هو عايز يستحوذ على الكوره، يخلي دايما اللعيبه تجري ورا الكوره. لعيبه الاهلي عملها في 3 ماتشات، وال3 ماتشات على فكره كانت قماشته اقل من النادي الاهلي. يعني الدوري السنه اللي فاتت الدور الاول الزمالك كسب، وبعدين خسر في الكاس، بس كان لغايه تقريبا طول الماتش احسن، بس مش عارف يجيب اجوان. والماتش بتاع السوبر كان برضو احسن شويه. فهو ما عندوش غير الناس دي. المشكله بقى في حاجه، او يعني ان انت لو عندك حد مش في حالته دي هتبقى مشكله كبيره جدا. يعني هيجي يبص بره جنبه، هيجيب ناس بقى انت وحظك. مش لك ده انت وحظك هيبقى كويس، ما تعرفوش لسه قوي. عمر انت وحظك ما تعرفش عامل ازاي. لعيب الافريقي الجديد انت ما تعرفش، ما شافوش. لو اضطر ان يعمل تغييرات هتبقى كلها حياه كده، ما عندوش البدائل. النهارده لما يقعد المسلوسي مثلا لا قدر الله حصل له حاجه، او حسام، ما عندوش حد غير محمود السيد واد صغير. فطبعا انك تلعب وعندك كميه المجازفات دي، انا بحترمه جدا وبشوف ان هو بيقدم شغل كويس جدا. محمود بنتايج اضافه مهمه جدا وقويه جدا وشغال بشكل كويس قوي قوي قوي. النهارده ليه دور كبير مع ناصر ماهر. الناحيه اليمين عمر جابر عودته انا شايفها مهمه جدا، وخصوصا ان انت دلوقتي كوكا بيلعب في الشمال وقدامه حسين ووراه يحيى.
لما يبقى عندك عمر جابر وجنبه زيزو، جبهه قويه جدا يتعمل حسابها ويشتغلوا كويس، وهيمين عليه شحاته. شحاته في نص الملعب احسن بكتير من باك رايت، لان شحاته لعيب متحرك وسريع. شحاته باك رايت مأيداه، شحاته من اللعيبه اللي بيعرف يعدي ويشوط. الزمالك ما فيهوش لعيبه كتير بتشوط غير زيزو او عبد الله. شحاته من اللعيبه اللي في منتخب مصر الاولمبي كان جاب اجوان في بطوله افريقيا، بيشوط على الجون على طول. فانت عايز الحته دي، عايز حد هذه تشكيله الزمالك. هو هيلعب 4 وهيلعب زياد وشحاته في نص الملعب ثابتين، وقدامهم يمكن عبد الله، وعلى الشمال ناصر، وعلى اليمين زيزو وسيف الجزيري. طبعا الثلاثه اللي قدام هم الامل بشكل كبير مع عبد الله سعيد ان هم يعملوا حاجه هجوميه. الاربعه جامدين جدا هجوميا، مع اضافه عمر جابر ناحيه اليمين ومساندته الهجوميه بيعملها بشكل كويس قوي. بنتايج الماتش اللي فات ما ظهرش قوي لان كان بيلعب عليه رمضان صبحي، وكان بيلعب عليه اسمه ايه، ابراهيم عادل مع حمدي، فكان 3 جابها فسكت شويه. النهارده اعتقد ممكن زي ما بقول لك الفرقه كويسه. هي كتشكيل 11 لاعب مميزه، بس المقلق في الموضوع ان في حاله طبعا اصابه اي لاعب او لعيبه وحشه ما عنده بديل، انه يصبر عليه شويه اكتر، لان هيجي يقارن ما بين لانه ما عنده خيار. انا بقارن ما بين ان انا انزل واحد جديد ولا اللعيب اللي انا عارفه كويس بس النهارده مش في حالته هو بقى وقرايته للموقف. يعني الماتش اللي فات راح منزل مشتاق مكان مصطفى شلبي كان وحش جدا، راح منزل مشتاق شوط ثاني عمل شغل احسن من ماتش السوبر الافريقي. كان مشتاق احسن في الماتش ده شويه. انت شايف جوميز مميز فيه؟ طبعا في ظل الادوات والظروف من السنه اللي فاتت. انا شايف اولا خد بطوله افريقيا الكونفدراليه، استغل الدوري السنه اللي فاتت انه شاف لعيبه كتير قوي. يعني اخر الدوري كان بيلعب بالاولاد صغيرين كتير قوي، جرب لعيبه ما بتلعبش كتير زي ناصر منسي مثلا. ناصر منسي كان هيمشي، جربه في ماتشات كتيره، لعب باللعيبه اللي ما بتلعبش خالص لعبها كتير، فاستفاد بالظروف السيئه ان هو ياخدها ناحيه ايجابيه. اشتغل اول السنه دي السوبر مع الاهلي، انك تكسب الاهلي دي حاجه بتبتدي موسم بشكل قوي جدا، يخلي الضغط الجماهيري عليك اقل، يخلي الضغط على الاداره اقل، يخلي الضغط على اللعيبه اقل. فكل دي حاجات ايجابيات. النهارده انا بشوف ان هو ابتدى يكسب فكره ان الناس، ودي مهمه جدا، ان الجمهور يثق فيك. جمهور الزمالك النهارده يقول لك الراجل ده بيعرف يلعب الاهلي، ودي على فكره مهمه جدا. في مدربين كبار جدا ما يقول لك ما بيعرفش يكسب او ما بيعرفش يلعب ماتش الاهلي او بيخاف من ماتش الاهلي او ما مش باقي، لكن هو جوميز عنده بقاله او اكتسب ثقه الجمهور في ماتش الاهلي. يعني النهارده احداث صعبه جدا وظروف ولاعيبه وبتاع، بس الجمهور عنده ثقه ان الزمالك هيكسب. ما تعرفش منين، هي على فكره على الورق الاهلي عنده الحاجات احسن بكتير، بس الزمالك الفتره اللي فاتت بيعمل حاجه على الورق كابتن. انت اليوم كورة يعني. كورة بس انت في السوبر الافريقي عشان كده بقول على الورق كان يقول لك الاهلي افضل. ايوه، ما عشان بس كده في النهايه الزمالك قدم مباراه افضل طبعا. ما عشان كده بقول لك ده اللي مخلي الجمهور الزمالك عنده امل في لعيبته النهارده. اللعيبه كانت رجاله في ماتش السوبر، كان دخل فيهم جون، اشتغلوا على نفسهم، وكل كور مشتركه، كل الكره الثانيه الروح كانت موجوده بشكل كبير. فعشان كده ده اللي مدي امل على فكره. ان انت دايما عندك مشكله ان الجمهور شايف ان انت مفيش صفقات، مفيش لكن بتكسب او بتكسب المنافس الكبير النادي الاهلي البطل افريقيا، فانت خلاص بتحط ان انت مش مشكله ما عنديش بس هعرف اكسب ازاي. يعني النهارده في جمهور الزمالك عنده ثقه كبيره جدا في لعيبته انك تكسب النهارده. زي ما بقول لك يعني شوف الدكه هنا مثلا، شوف الدكه هنا، دي اقل حاجه هتلاقي في فرق كبير لصالح النادي الاهلي، لكن رغم كده الناس متفائله جدا في الزمالك بغض النظر مين اللي هيلعب يعني. فانا بشوف ان جوميز مدرب كويس ويطورها، مش مدرب كويس انه بس ياخد لعيبه كويسه ويلعبها، لا انا شغله المدرب برضه ان انا اطور لعيبه. حسام عبد المجيد بقى له 3-4 ماتشات هايل، انا شايفه كويس جدا، عليه ضغوطات وناس لكن بيتطور. فيعني انا شايف ان شاء الله ماتش كويس باذن الله. نشوف تشكيله الاهلي يتكلم عليها علي مسري والطريقه اللي راح يلعب فيها كولر في مباراه اليوم علي. يعني شوف نواف من نظر لطريقه لعب الفريقين وكذلك التشكيله تقدر تعرف ان مدربين الفريقين مركزين اليوم على موضوع التأمين في وسط الملعب، خصوصا أن المدرب اليوم أضاف مروان عطية وجاب يعني عاشور من جهة الشمال. معركة نص الملعب اليوم اللي راح يحسمها معركة وسط الملعب. هو دفع بأفضل اثنين عنده في التوليفة في التشكيلة كلها، عاشور ومروان عطية اليوم متواجدين في وسط الملعب علشان عملية استحواذ. كوكا بيكون ميلانه أكثر نفس ما قال الكابتن محمد لتأمين حسين الشحات من جهة الشمال، لأنه ممكن يعمل إضافة هجومية وممكن يعمل إضافة دفاعية، لكن هذين الاثنين أنا في وجهة نظري اللي هم مروان عطية وإمام عاشور راح يكون نقطة الارتكاز بالنسبة للأهلي في الاستحواذ. لما نتكلم عن طاهر أو نتكلم عن حسين الشحات أو حتى عن وصاف في الخط الأمامي نتكلم عن التحولات
وكيف ممكن هذا الثلاثي اللي في الامام يصنع مساحه يقدر من خلالها يخلق عمليات تسجيل اهداف، لكن في وسط الملعب الصراع راح يعتمد بشكل كبير على مروان وكذلك على امام عاشور. بالنسبه لي كذلك الزمالك اليوم اضاف زياد مع شحاته في وسط الملعب، وعطى حريه اكثر لعبد الله السعيد اللي كان في المباراه الماضيه يلعب كمحور، كان يلعب كمحور. فاليوم الطريقه اما ان تكون 4-3-3، يعني عبد الله السعيد مع شحاته مع زياد، يعني يكون زياد وشحاته بيامنون دفاعيا وعبد الله حريه في البناء في عمليه الاستحواذ، او انهم يلعبون 4-3-3. فالصراع بين ثلاثي الزمالك وثلاثي الاهلي هو اللي راح يحسم الامور في موضوع الاستحواذ. لكن انا بعدني ارجع واقول بان التحولات بالنسبه لثلاثي الزمالك سواء زيزو او حتى الجزيري في الخط الامامي او حتى ناصر ماهر على جهه الشمال يعتمد بشكل كبير على مدى البلوك او كواليتي البلوك اللي ممكن يعمله الاهلي في وسط الملعب. ترى مو متفق معك. ربما يختلف وسط الملعب يتفق، لكن هي وجهه نظري. اي حاجه اقولها كابتن علي انا موافق عليها. اي حاجه يقولها اي حاجه اقولها انا كابتن انا موافق عليها. اوكي. ده سيستم عندنا في لكن بنواف هو طبعا زين. لا، في نقطة مهمة جدا، في نقطة مهمة. الفريقين عندهم نفس، حتى في المباراة الماضية الفريقين عندهم مشكلة فنية هي في التحول من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية. الارتداد الدفاعي عند الفريقين في شوي علامة استفهام كبيرة. بطيء والتمركز خاطئ دائما، يعني عملية التحول السريع بعد خسارة الكرة بالنسبة للأهلي. عشان شي هو يقول لك كوكا ممكن يحل مع الاهلي اسرع. الاهلي لو امام عاشور وكوكا في مستواهم او في طريقتهم في سرعتهم هيفرق كتير جدا. بس يمكن انا ليا تحفظ بس على تشكيل نادي الزمالك. هو طبعا جوميز عودنا انه بيلعب بلعيبه نص ملعب مهره في الكوره، اذا كان ناصر ماهر وعبد الله السعيد، عشان كده كان نسب الاستحواذ بالنسبه له عاليه جدا جدا. انه يتخلى عن الفكره دي ويلعب باثنين لعيبه ارتكاز ادوارهم دفاعيه ممكن تفقد عمليه الاستحواذ شويه. يعني المره الاولى ان جوميز يلعب باثنين لعيبه ارتكاز زياد كمال وشحاته، على عكس لما بيلعب بدونجا كان بينزل مع عبد الله السعيد وناصر ماهر قدامه. بتلعب 4-1-4-1 بس عندك اثنين لعيبه كوره. ده جزء. الجزء الثاني ان نقله ناصر ماهر على الجبهه اليسرى انا بالنسبه لي تقلق كتير جدا الزمالك. لان الزمالك تواصله من تحت بعبد الله السعيد وناصر، وفي عمليه التسديد الثابت والمتحرك، وكمان عمليه ان هم لعيبه كوره كانت بتعمل مشكله كبيره جدا في نص الملعب للنادي الاهلي. ان تنقل ناصر ماهر هتحدده.